عسلامة البنات، شنو حوالكم؟ ان شاء الله يا ربي كلكم تكونوا بألف خير وانتم تشوفوا في الفيديو متاع اليوم. رجعت لكم في فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. اذا كنت جديده في القناه مرحبا بيك، ما تنساش باش تشترك وتفعل الجرس باش توصلك كل حاجه جديده اني نهبطها، وما تنساوش زياده باش تدعموني بالجميل نتاعكم ولي كومنتير. نهار اليوم كان نهار متعب وطويل، لكن انجزت فيه برشا حاجات اللي باش ترتاحني الايامات القدام. تشوفوا معايا وقود لا فيديو شنو الحاجات اللي عملتهم. لهنا كان اول نهار في الغونتري سكولير متاع بنتي، اول نهار في الدوام الرسمي متاعهم. كنت شريت لها لهنا الادوات المدرسيه الخاصه بالقسم. لهنا في السكول متاعها يطلبوا ادوات خاصه بالقسم وادوات تقعد عندك في الدار باش تحل بها الواجبات اللي يعطيوهم لها في الدار، وادوات اللي خاصه بالقسم تقعد عندهم غادي في السكول. دونك خديت لها الفورنيتور كامل متاعها وحطيتهم لها في الساك كما شفتوا معايا. حطيت لها اللانش بوكس متاعها. العاده يعني نحكي على عمناول ديما نحضر لانش بوكس من الليل نحطه في الفريجيدير باش هكا الصباح يبدا حاضر، يعني جوست كان فما حاجه متاع تسخين ساندويتش هكا نسخنه ولا حاجه. اليوم عملته لها صباح، لكن عرفتو كي نستانس هكا بالريتم متاع الغونتري وكل نرجع نولي نحضره لها من الليل اسهل لي. نحط لها فيه الحاجات اللي هي تحبهم، حاجات صحيه. وكها حاسلو لهنا كملت حضرتها. كنت محضرت لها تو ليست هذيك تمشي بها نهار كامل، الحاجة اللي تعملها تحط عليها علامة صح باش نشجعها انه تكون منظمة اكثر في وقتها، ونحمسها انه تنجز المهام، يعني تكون باش تعمل حاجة تفرح اللي هي باش تمشي للبورد وتحط علامة صح، من بعد نحط لها كاستيكر ولا حاجة، يعني حاجات تحفيزية باش تقوم بالمهام اللي يلزمها تقوم بهم. كها لهنا وصلتها للسكول متاعها ورجعت للدار، شربت قهوتي في عقلي، من بعد بديت هكا نلم في الدار شوية. لهنا كان عيد ميلاد مريومة قبل نهارين تقريبا. اليوم باش نحيت الديكوراسيون اللي كنت عملتها للدار، هكا كنت عملت لها ديكور، عملت لها احتفال صغير فاميليال هكا في الدار. كهو نحيت البالونات والديكور، من بعد دخلت البيت الصغار اول حاجه. حليت الشبابك هكا باش تتنفس الدار وتدخل طاقه جديده ويتبدل الهواء، وباش نبدل لهم غلافات الجريري متاعهم والمخادد. نعمل مسحه هكا للغبره. نظمت لهم الجوي، الحقيقه الجوي الفتره هذه ملي بديت ليكول نقصت لميتهم الكل في بوكسات كبار، خليت حاجات بسيطة على الآخر إنه هكا كان لقات وقت في النهار تلعب بهم. يعني كل فرد هذاك متاع الصيف والألعاب الكل متراكمة فوق بعضها، هذاك ما عادش، كل شيء يتنظم في الصنادق. يتمدوا في الويكاند وإلا في الإجازات متاعهم، ولا كان جاو بحذهم أصحابهم ولا حاجة. كهو لهنا بدلت الفروشات وباش ننظم لهم هكا شويه البيروات. عندي البيرو هذايا اللي تشوفوا فيه توا منه بيرو منه كوافوز، لكن ما حسيتوش بخاتيك برشا الحقيقه العمر صغاري. دونك شو وليت عملت، وليت خذيت لهم البيروات هذوكم اللي كنتوا تشوفوا فيهم تو، الازرق والروز. حسيت بخاتيك اكثر، وارتاح لهم حتى هكا باش تقرا دروسها ولا حاجه، ارتاح لها من الاخر. والاخر هاكا منه كوافوز، منه بيبليوتيك، منه بيرو كي تزيد تكبر هي شويه ان شاء الله لحيتها في العمر. كهو خملت البيروات. مسحت المرايه، مسحت شويه الغبره، كان فما تاج في الحيط متاع قلم رصاص، دونك جبت الإيبونج ماجيك هذيك جوست نبلها بالماء، نعصرها ونمسح بها اي تاج تنحيه فاسيلمون من غير حتى تعب. ومن بعد مسحت البيت، استنيتها حتى شاحت وفرشت التابي. من بعد غلفت المخادد والملاحف حطيتهم في الماكينة باش يتغسلوا،
ودخلت ركبت الفطور، عملت رز جربي بالدجاج يحبوه برشا صغاري. من بعد مشيت جبت بنتي ماضي ساعة من القراية، ارتاحوا هكا شوية الصغار. من بعد عاود حضرت لانش بوكسات اخرين على خاطر وقت اللي نمشي نخدم نهز الصغار للغارد. دونك لهني حضرت لهم حاجات خفيفة، ساندويتش هكا وسناكات، ووصلتهم للغارد وقصدت ربي للخدمة. اوغوزمون نهار هذا ما كانش عندي برشا خدمة، الدوام ما كانش طويل. اول ما دخلت للبيرو نلقى كادو من عند باسيونت كنت نتبع معاها، وكملت لها لي سيونس نتاعها. لي جيست هذوما من عند المرضى قداش ياثروا فيا، قداش نحس بالفخر بالخدمه اللي أنا قاعده نخدم فيها. نزيد نحب ونتعلق بخدمتي اكثر. نقول سبحان ربي اللي سخرني باش نحي الوجيعة من العبد هذاك، باش نخليه يعيش مرتاح. سبحان الله، يعني بالحق خدمتي محلاها على الاخر، وما ندمت حتى نهار اللي اني اخترت السيكتور اللي اني فيه. صحيح ساعات باش تحسوا بضغط وستريس وانه عبيد ديما موجوعة قدامك والكل، لكن ديما نشوفها بالكوتي الاخر، كوتي الانسانية، وانه ربي سبحانه هو اللي سخرك وزرع في قلبك الرحمة باش تعاون الانسان هذاك، باش تنحي عليه الوجيعة، باش تعاونه يعيش مرتاح. بالحق محلها على الاخر خدمة السيكتور الطبي الكل، يعني المجال الطبي الكل محلها على الاخر. وكا حسيلو. خليني نرجع بكم الفيديو خاطر نحس روحي كي باش نتعمق في الموضوع مانيش باش نسكت. دونك كما قلت لكم ما كانش عندي برشا خدمه، دونك روحت في سال الدار، ودوبا ما روحت ديريكت للكوجينه باش نحضر معاكم حاجات تسهل عليا بقية الأسبوع، بيسكو تعرفوا هكا مع الخدمة والقراية متاع الصغار والدار وقت يبدأ ياسر مضغوط. عملت حاجات ميل بريب يعني تسهل عليا التطيب في وسط الجمعة. دونك كما شفتوا خديت اسكالوب قسمته، وحيد عملتهم دي بروشيت كما تشوفوا، وحيد عملتهم إيمانسي هكا متاع باش تعمل بجنبهم هكا شوية روز أبيض ولا سلطة ولا برغل. حضرت زيد المقرونة الزعرة هكا كل واحد والتفويحة متاعو البهارات متاعهم. وزدت خذيت اسكالوب دقيته هكا حليته، وباش نعملو كوردون بلو، فما اللي باش نعملو اسكالوب باني، وفما اللي باش نعملو متاع مشوي. دونك كيما شفت قسمتهم هكا كل واحد حطيته هكا في صحن وحده باش نفوحه في حاجة سبيسيال. مثال المشوي عملت له كليل وزعتر مرحي، زيت حطيت له كليل شاي مش شاي، كليل أخضر، فلفل أكحل، ملح، كركم، والكوردون بلو والإسكالوب باني. هكا عملت عظمات اللي باش نقلي فيهم، وحطيت البهارات في وسطه، حطيت ملح، فلفل أكحل، كركم، وحطيت شوية كليل وزعتر زيادة. وكهو باش نغمسه في العظم، بعد في الفرينة، من بعد نعاود عظم مرة أخرى، من بعد الشابلوغ. المقرونة الزعرة حطيت فيها حبق شايح وحبق أخضر، كركم، ملح، فلفل أكحل. هكيك حسيلو كل أكلة حطيت لها البهارات متاعها، وحطيتهم في ساك دو كونجيلاسيون، وباش نكتب عليهم من بعد من الفوق كل حاجة باش تسهل عليا هكا كيف نجي نطيب. يبدأ كل شيء واضح. لهنا قبل ما نحط الاسكالوب باني في الساك دو كونجيلاسيون خديت البابي كويسون ورق الزبدة، قسيتهم كما شفتوا هكا مكعبات، وحطيت بين كل واحدة ورقة باش ما يلصقوش في بعضهم. وكيف نمد هكا باش نقلي يبدأ سهل يعني جبدينهم. وكهو لهنا باش نقسمهم كما شفتوا وجبات، كل وجبة هكا باش نحطها في ساك. فما اللي بديتهم قبل ما نمشي نخدم، هذاك علاش تحسهم هكا بداو يتكنجلوا شوية، وفما اللي كملتهم بعد ما رجعت من الخدمة. حاسلوا لهنا مديت الطنجرة متاعي وباش نحضر صوص متاع مقرونة. عندي كعابر اللحم مفروم حاضرين، زيدا مكنجلتهم من قبل. مديتهم، حطيت عليهم رند، ودقيت هكا الثوم متاعي في شوية تبلو كروية،
وحطيتهم يتقليو في الزيت. من بعد قليت هكا الطماطم وفوحت وخليت المقرونة متاعي تطيب على نار هادية. لهنا زادا مديت برغل كنت منفخته في الماء، مديت غسلته مليح وسمطته في الماء مع شوية كركم، وحطيت فيه مكعبات ماجي. ما حطيتش ملح على خاطر مكعبات الماجي ديجا مالحين. ولهنا عندي سبناخ، العادة يكون عندي سبناخ فخي الأخضر لكن ما لقيتش في السوق، وليت خذيت الكونجولي قليته في البصل وفي الزيت حتى لين يذبل. لهنا اونتخ طون مديت عملت سلطة، خذيت زوز حكوك كبار باللار باش نحط المكونات متاع السلطة شيحين كيما هما هكا باش نقصهم. لهنا ربيت سفناريا قبل، من بعد حطيت مايس غسلتهم، من بعد حطيتهم في الصحفة، من بعد الفلفل الحلو الأحمر. تنجموا تعملوا سلطة اللي انتم تحبوا عليها، هذه سلطة عشق وغرام، نموت عليها على الاخر، وحتى ولادي يحبوها برشا. دونك المكونات تنجموا تعملوا الحاجة اللي انتم تحبوا عليها. لهنا زدت حطيت شوية فقوس، ومن بعد الخس من الفوق باش نسكر الحكوكة متاعي مليح باش ما يدخل لهمش الهواء. وهكا وقت اللي نمد السلطة متاعي نفرخها ديريكت هكا في بول كبيرة، جوست نفوحها نلقاها حاضرة مغسولة وتربحني برشا وقت. السلطة هذيك تكفيني ممكن جمعة كاملة. حاسيلو لهنا البرغل متاعي طاب، دونك حطيته في الحكة متاعي وخليته حتى لين يبرد شوية قبل ما نغطيه ونحطه في الفريجيدير. كيف لهنا السبناخ تقلى كيما شفتوا ذبال. حطيته في الحكة هذيك الصغيرة، نستناه زادا كيف حتى يبرد كومبليتمون، من بعد نحطه في الفريجيدير. السبناخ هذيك نستعمله يا اما للبرغل يا اما المقرونة يا اما الطاجين، هكا نلقاه حاضر يعني. لهنا مديت كعبات بطاطا وسفناريا باش نسمط البطاطا والسفناريا زادا كيف. ومديت زادا شوية غلة باش نعمل سلاد دو فخوي. لهنا عندي مانجا، خوخ، اناناس، وعندي نزاس. دونك باش نقصهم كيما هكا مكعبات صغيرة بعد ما قشرت الغلة متاعي مليح وغسلتها بالباهي باش نقصها هكا فوق بعضها. وماني باش نزيدها حتى شيء كيما هي هكا. الغلة بطبيعتها كيف باش تحطها في الحكة وتسكر عليها باش تهبط الماء متاعها. دونك اذا كنت تحبوا من بعد في التقديم تزيدوا هكا شوية زهر ولا ما زهر يعني ولا ما عطرش ولا هكا جو مغرفتين، هكا جو اللي تحبوا عليه نتوما اورانج ولا اللي تحبوا، ولا تقدموها هكا ديجا فاوحة غير حتى شيء. سكرتها وحطيتها في الفريجيدير مع خواتها. لهنا المقرونة متاعي تقلت مليح وطابت قرت زيتها، دونك حطيتها في الصحفة كيف وخليتها حتى تبرد كومبليتمون قبل ما نحطها في الفريجيدير. لهنا السفناريا اللي سمطتها في شوية ملح وباش نعملها ام كحولية. دقيت شوية الثوم متاعي في تابلو كروية. ولهنا باش نرجعها تتقلى في الزيت شويه، ما حطيت ليش هريسه عربي على خاطر صغاري مازالوا ما ياكلوش الحار. دونك هكا كيف باش نمد وقت اللي باش نستعملها يعني نزيد نقليها شويه في الزيت، ومعها نزيد لينا احنا معتها شويه هريسه عربي والبطاطا كيف هرستها. وباش نعملها حشو للبريك. لهنا تعبت بعد نهار طويل، دونك باش نكمل هنا في السهرية مديت وريق السمبوسة هذوكم البريك. طبقتهم بالطريقة هذه، وكما شفتوا الحشو متاع البريك عملته باللحم المفروم والخضرة. كملت حشيت بريكاتي الكل وباش نحطهم في الساك دو كونجيلاسيون، واللي قعد لي من الحشو عملتهم كعبر بطاطا بالمفروم. كيف باش نقسمهم وجبات ونحطهم في لي ساك دو كونجيلاسيون ونكتب عليهم كل حاجه شنية. وكهو لهنا حطيت المعون متاعي في اللافيسيل، لميت كوجينتي، لميت السالة، كان عندي شويه حوايج وطويتهم، حضرت اللانش بوكس متاع بنتي متاع غدوه. وكهو هذا هو الفيديو متاعي متاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا معايا. اذا كان عجبكم تنسوش باش تحطوا لي جيم وتشجعوني بالكومنتير متاعكم. قولكم تو بسلامة واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.